عمار. دكتور انا كلمك عندي 3 اسئله ان شاء الله نفسي ترد عليها حضرتك. خادمك اتفضلي. السؤال الاولاني ايه؟ اتفضلي يا ام عمار. ايوه حضرتك. ايوه والدي عنده تشققات في الكعب رجليه بقالها اكتر من 2 سنين وبتألمه جدا ومع نقص برضه. تشققات في القدمين ها؟ انا عندي عين سمكه في رجليا. طب يا ام عمار، يا ام عمار. ايوه وطي التلفزيون لو سمحتي عشان عاوز اتكلم معاك شويه. مش وطي التلفزيون. ايوه يا دكتور. بالنسبه لوالدك صلى على الحبيب. يا ام عمار. طيب استاذ احمد السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. يا مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اخي الحبيب. اتفضل. ازي فضيلتك يا فندم؟ ربنا يسعدك في الدنيا يا اخي الحبيب. اللهم امين. الله ينفع بيك يا رب. اللهم امين يا رب. والله يعني شيء طيب ان انت تبدا بالدعاء ده، يعني شيء بيدخل على قلب السرور. اتفضل يا اخي الحبيب. الله يعزك ويبارك فيك. والله انا اكتشفت بالصدفه او بالقدر ان شاء الله ان انا عندي فيروس سي، وبعد كده عملت جميع التحاليل وقالوا لي ان عندك تليف على الكبد وعايزين ياخدوا مني عينه من الكبد. يا استاذ احمد يعني ولسه ما عملتهاش. يا استاذ احمد. نعم. سن حضرتك كام سنه؟ 38 سنه. طيب عاوز اقول لك ابشر ابشر ابشر. ايه رايك؟ الله يعزك. يعني نقدر نقول وقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحلقه الجايه يوم الاثنين الجاي. ايوه. اوعدك ان شاء الله عز وجل، وعد من اخوك. الله يديك الصحه. ان شاء الله عز وجل هتاخد الدواء اللي هقول لك عليه. نعم. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتحلل، هتلاقي سعر قل وهتلاقي نسبه التليف قلت بفضل الله عز وجل. انا اخوك امام وخطيب في وزاره الاوقاف. ربنا يتقبل منك صوتك يا اخي، يدل انك من اهل العلم ان شاء الله. الله يعزك. فانا طبعا اؤمن تماما بان لكل داء دواء الا الموت، فربنا يجعل فيك ان شاء الله السبب. يا شيخ احمد. نعم. ايه راي حضرتك في فكره البرنامج النهارده؟ بنحيي تراث عظيم تركه لنا النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وكل من يشكك في الطب النبوي فهو يعني اعتبره خارجا عن مله الاسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم هو جاء بالدين والدنيا. فالله الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يرشدنا الى شيء فهو نافع الى يوم القيامه، ليس معين في زمن وقت معين. فطبعا الله سبحانه وتعالى جعلكم اسباب وجعل العلم سبب، وان شاء الله رب العالمين بالعلم وبالطب النبوي ان شاء الله رب العالمين تكون هذه الحياه. لكن انا اسمح لي ان بعض زي ما حضرتك دلوقتي تفضلت مع الدكتور مبروك بارك الله فيه، وبعض الناس وحضرتك الفكره اتخذوا هذه وسيله من وسائل الكذب للاسف، وسيله للنص لا المسلمين يا استاذ شيخ احمد. لكن وبعض الناس للاسف الشديد برضه علماء وعاملين مراكز وقنوات فضائيه للاسف برضه بيتاجروا بهذا الموضوع، لان وجدت برضه باسعار عاليه جدا ومكلفه جدا. عموما ابشر معايا يا شيخ احمد. نعم حساب يا شيخ احمد، انتظرنا ان شاء الله يوم الاثنين وابشر ان شاء الله. ام عمار السلام عليكم. تفضل منك يا ام عمار. ليه يا ام عمار؟ نعم. صلي على النبي يا ام عمار عليه الصلاه والسلام. هتخلي والدك النهارده ان شاء الله يعمل تحليل املاح. ايوه هو عنده فعلا املاح. بس اسمعيني بس طيب. ويوم وتشوف نسبه الاملاح قد ايه بالظبط وتكلميني يوم الاثنين الجاي عشان اقول لك العلاج بالظبط. طيب بالنسبه لي عين السمكه اللي بتطلع لي على طول لما اطلعها بعمليات جراحيه وبتطلع تاني برضه. عين السمكه هقول لك على حاجه بسيطه جدا اديها لي الحلقه الجايه ان شاء الله هينتهي معاك تماما ان شاء الله. طب ابن اخويا عنده 9 سنين، عنده 12 سنه وبقاله 6 سنين بيشتكي بضمور في العضلات. ضمور العضلات هنقولها الحلقه الجايه ان شاء الله. ابشري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا وسيادتك طيب يا فندم. وانت طيب يا فندم. بعد اذن حضرتك انا عندي بقع بيضه في بعض صوابع ايديا. بقع بيضاء في بعض ايه؟ كده في بعض اصابع اليد. طيب حضرتك كشفتي عند الدكتور؟ وحضرتك رحت لكذا دكتور ودكاتره جلديه من الناس الكبار قالوا لي ان انا اعمل الاشعه اللي هي فوق البنفسجيه دي. كويس. عملت اكتر من 30 جلسه وحتى يعني ما احمرتش وادوني دهانات والكلام ده وما عملتش اي شيء. بص حضرتك بس اسمعيني. نعم. حضرتك تشخيص الطبيب ايه؟ هل بهاء؟ نعم. الطبيب يا فندم شخصه بهاء؟ بهاء. طيب انا عاوزك تبشري خلاص ما تقلقيش، خلاص الموضوع بسيط. سن حضرتك كام سنه؟ 56 سنه. 59 سنه. ربنا يحفظك ويبارك فيك. 56. ربنا يديك الصحه يا رب اللهم امين. ربنا يبارك فيك. عموما انتظريني ان شاء الله وبقول لك البشرى من حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. يوم الاثنين
هتستخدمي الوقت ده وان شاء الله تحسن عليه. ابشري يا بطل ان شاء الله. الساعه كام حضرتك؟ بس انا بشتغل يعني، ممكن هل في قعده للبرنامج؟ صحيح في قعده للبرنامج ان شاء الله. في قعده له بيبقى مثلا يوم تاني؟ هيقولوا لحضرتك في اخر البرنامج ان شاء الله. طيب يا فندم متشكره جدا. يوم الاثنين الجاي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ربنا يخلي سعادتك ويبارك فيك. الله يكرمك يا رب ويشفيك يا رب، اللهم امين. متشكره جدا. طب في رقم لحضرتك مثلا ممكن اخده من الكنترول العياده او كده؟ في 010 خديه من الكنترول ان شاء الله. خد رقم اي حد عايز رقم الموبايل ياخده من الكنترول ان شاء الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا كثيرا. الدكتور اللي معايا؟ مع خادمك معاك يا فندم. الله يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك لو سمحت انا عندي بنتي عندها روماتيزم، هي عمرها 6 سنين وعندها روماتيزم وسرعه ترسيب عاليه. سرعه ترسيب كام؟ 400. في الساعه الاولى والساعه الثانيه كام؟ لازم تعرفيني الساعه الاولى كام والساعه الثانيه كام. نعم. في الساعه الاولانيه سرعه ترسيب كام وفي الساعه الثانيه سرعه ترسيب كام؟ 48 ومش عارفه يعني طيب يا متذكره قوي. بص حضرتك صلي على النبي عليه السلام. عشان نديك العلاج صح يبقى انت ان شاء الله هتاخد رقم الموبايل بتاعي وتقولي لي نسبه الترسيب كام في الساعه الاولانيه وفي الساعه الثانيه كام، وان شاء الله الحلقه الجايه يوم الاثنين الجاي هقول لك على وصفه ان شاء الله تخليها كويسه جدا 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 ان شاء الله. ربنا يشفيها لك يا رب. ام احمد السلام عليكم. ام احمد للاسف الاتصال قطع يا ام احمد. اقول وبالله التوفيق وعلى الله المستعان والتكلان ان هذا العلم رفع على ايادي وعلى دماء وعلى أموال وعلى صحة وعلى أوقات علماء. نحن نقول لهم أسيادنا وأجدادنا وفخر لنا أن يكونوا هم أجدادنا وأسيادنا. رفعوا العلم إلى عنان السماء بعد للأسف الشديد أن ضيعت أمتنا العزة والكرامة وأصبحت تائهة في أحضان التيه والضياع. ناخذ اتصال أول. أم أحمد السلام عليكم. أم أحمد. أيوه لو سمحت انا عندي ترهل رئتين. طب وطي التلفزيون يا ام احمد الله يكرمك عشان عايز اسالك سؤالين. خلاص ماشي. بصي ترهل رئتين. سنك كام سنه؟ 42. ربنا يا رب يشفيك ويعفو عنك يا رب اللهم امين. في حاجه ليه؟ ان شاء الله ابشري انتظريني يوم الاثنين الجاي ان شاء الله في نفس الميعاد. بس انا بشتغل. طب يا استاذ حميد معانا ممكن اكلم استاذ حميد؟ خلاص ماشي. حضرتك هو الميعاد البرنامج وعد ولا حاجه عشان الناس بتشتغل دي؟ طيب ان شاء الله يا ام احمد يعني معلش خدي اجازه يوم الاثنين الجاي معلش الساعه كام؟ 11:30 ويوم الاثنين الجاي هنقول لك البرنامج هيتعاد الساعه كام لانه لازم يتعاد عشان مواعيد الناس اللي بتشتغل. ابشري ان شاء الله. شكرا. خادمك يا فندم. شفاك الله وعافاك.